كانوا يجيبون ناس من دول افريقيا ويجيبونهم من مكة والمدينة ويعلمونهم ايش؟ الدين والعقيدة، ثم يرجع لديرته يصبح ايش؟ يصبح عالم. حشش انت، محشش انت راسك ذا، يصبح عالم. تخيل يجون يدرسونه يرجع هذا من اللي يقول ماله يستاهل جائزة. تعال الله ينفع بعلمك. تعال. أحد المضيفين كان ينظر إلي ويقترب ويبتعد، ويبدو أنه عرفني وأنا ما عرفته، فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. يا هلا مرحبا، أي خدمة حبيبي؟ قال أنا عندي اكتئاب وعندي ضيق الصدر وعندي ذا، أبغاك تقرأ علي رقية. قلت يا مرحبا ومسهلا، تفضل. آخر الليل وأظني قلت له لحظة بس خليني أتوضأ، ورحت وتوضأت وجلست، وجلس هو أنا على مقعدي وجلس، ووضع ركبتي على الأرض وفتح صدره ووضعت يدي على رأسه وبدأت أنفث عليه وأقرأ. شوية قام يجهش بالبكاء، يبكي 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 يبكي، وطبعا يكون في اللسان زفرات فلما انتهى تفاجأت إذ مضيفة تأتي وتفتح صدره. قالت الله يجزاك، الله يجزاك يا شيخ، الله تقرا عليه. المشكلة انك لاحظ يعني في هجيع ليل، ما في درجة الأفق إلا أنا وحدي، ودخلت المضيفة وحدها، الرجل ذاك راح أثرها ترمقه وتشوف القراءة والبكاء، وتهيج عندها الأحزان، فجاءت مباشرة تبي تفتح يعني درعها حتى أقرأ. قلت لا معليش معليش يا بنتي. قالت الله يخليك أنا لا